اسبوع جديد من الدوري الانجليزي وابتدى بماتش تشيلسي ولونتون تاون. وصراحه الماتش فيه بوادر بشرة خير لتشيلسي. انا عارف ان هو اصلا لونتون تاون ده فريق لسه صاعد، اول ماتشين ما شافش نور اصلا. بس تعال اقول لك ايه الحلو اللي في تشيلسي في ماتش سهل زي ده. اول حاجه تشيلسي كانت محتاجه اي مكسب باي طريقه. تشيلسي كانت محتاجه اي مكسب باي طريقه بحيث ان هي معنويا تحس ان هي فريق بيصرف فبيكسب، عشان هي كانت الفريق اللي بيصرف وما بيكسبش. فدلوقتي عندك مثلا لعيب زي ستيرلينج طلع ووقف كده في نص الملعب وقال لك يا فرقه وسخه مش عارفه تجيب 3 نقط في دوري انجليزي، انا هجيب لكم دوري انجليزي. ده ملخص ستيرلينج في الماتش بتاع امبارح. قال لهم ايه؟ مش عارفين تجيبوا 3 نقط، انا هجيب لكم 3 نقط. اداء فردي من ستيرلينج في كميه وعي تكتيكي رهيب الصراحه. وده مش هقول لك تعليمات من بوتوتشينو وان بوتوتشينو اوف اح وجامد ومش عارف ايه، بس لا الصراحه ده اداء فردي من ستيرلينج. عشان هو بوتيتشينو معروف ستيرلينج على اليمين بيكسر لجوه بيتطرف، هو ستيرلينج عنده اللي هو بيقبل بالكره على المدافع، كلنا عارفين ستيرلينج. بس ستيرلينج بالوعي التكتيكي ده في الاماكن اللي بيحط نفسه فيها، بالتحركات اللي بيتحركها، بالجرأه اللي هو بيقبل على المدافعين سواء الكره معاه او الكره مش معاه، بيقبل عايز ياخدها بالاجريشن ده. فلا انا كنت طلعت من اسبوع من اول الماتشات الوديه بتاعه تشيلسي قلت انا عاجبني ستيرلينج. انه ستيرلينج من اكتر اللعيبه اللي عجباني في تشيلسي، اللي هو اللعيب اللي بيحارب على مكانه وسط الناس الجديده دي كلها. بيعمل جاب بيلنتي اتشاط وسط الصرف ده كله، هو لسه واقف على رجله وبيحارب على مكان ليه في تشيلسي. وفعلا ستيرلينج في ماتش امبارح لسه بيقول انا لسه عندي اطلع خير وقماش. ستيرلينج بأداء مميز الصراحة، يقدر يجيب 3 نقط لتشيلسي من خلال جونين واسيست. نيكلاس جاكسون اخيرا حط جون واحتفل احتفال دروجبا والملعب كله سقف له. خرجه بدري مع ان كان ابتدى خلاص يتأقلم على الفريق وبينزل ويسقط وبيلعب مع ستيرلينج. اتضايقت ان هو خرج، كان محتاج ان هو يكمل ال90 دقيقة. بس هو الراجل كان كسبان وعايز يجرب، وفي اطفال قاعده في الدكه فهو عايز يلاعب كل الناس. بدايه مطمئنه لتشيلسي، نص الملعب كان حلو على فترات. في فتره نص الملعب فيها بتاع تشيلسي اللي هو كان رمانه الميزان، اللي هو يتمثل في ايه؟ في كايسيدو وانزو وكاليجر. كايسيدو واقف ثابت وجنبه واحد من الاثنين، يا انزو يا كاليجر. لو جنبه انزو فكاليجر هو اللي طلع قدام، لو جنبه كاليجر فانزو هو اللي مكمل قدام. اداء جميل من انزو، بس ستيل مش لعيب ب 100 مليون وتمضيه 7-9 سنين. لا لعيب نص ملعب متميز، بس مش اللي هو الواو، مش بيلينجهام مثلا. بس لعيب في ماتش زي ده على فترات كان اداؤه مقبول، بيقلب ملعب، بيستلم، بيقف على الارض. كايسيدو لسه لحد دلوقتي رهبة فكرة ان هو انتقل من برايتون لحد تشيلسي، هو لسه مش مستوعبها. يعني كايسيدو لسه ما قدمش مع تشيلسي 20% من كايسيدو، مش عشان هو كايسيدو وحش، عشان كايسيدو مخضوض. كايسيدو لسه بعد الضجه الاعلاميه، مش اي لعيب هيستحمل فكره ان هو انجلترا كانت بتتخانق عليه وان هو جايب 130 مليون. ديكلان رايس جايب 116 مليون. فان هو حس مره واحده نفسه تحت ضغط، لا انا لازم اثبت. كان في كور كايسيدو بيمشي بيها بتتقطع بتطول منه، ده مش عشان كايسيدو وحش، كايسيدو محتاج فتره تاقلم. انا مش تشيلسي فان، بس انا يعني النصيحه اللي بقدمها لاي حد بيشجع تشيلسي، اصبر في فرقه بتسخن على بسيط قوي. يعني اكبر واحد فيها هو اصلا ستيرلينج، وما شاء الله ستيرلينج نمسك الخشب يعني شكله هيعمل موسم. ستيرلينج شكله هيعمل موسم، ولسه لما الاصابات كمان ترجع، نكونكو يرجع وجيمز يرجع وفوفانا ومش عارف، في ناس كتير قوي مصابه في تشيلسي، سوء حظ بشع. بس الصراحه في شكل عارف ان هو ماتش سهل، بس هي تشيلسي كانت محتاجه ماتش سهل على ارضها، تكسب 3 تكسب 4، فتحس ان هي فرقه، تحس ان هي تشيلسي ليها اسم في انجلترا. فده اللي كانت محتاجاه تشيلسي، وده اللي بوتيتشينو قدر يوصله للعيبه في ماتش زي ده سهل. كان ممكن في كوره واحده بس الماتش الكلين شيت بتاعه تشيلسي تضيع، وسانشيز لقاها كده على طريقه كره الطايره. الكره اتشاطت ريفليكشن في الباك الشمال اللي هو بيلعب بدل
بدل جيمس، راح كرة جت في جيمس عملها كده، الكرة ايه لقاها في ايده. وهي دي الكرة الوحيدة اللي كانت خطرة بتاعت لونتون تاون. غير كده تشيلسي كان مسير الماتش يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجة. فالصراحة ماتش يحترم لتشيلسي، ماتش سهل، ماتش سهل، بس اداء يحترم من تشيلسي يخليك تستبشر من اللي جاي خير، حتى مع ان مفيش اي بشاير ان الاصابات قريبة ان هي ترجع، بس يخليك تستبشر ان اللي جاي خير. فده كان كل حاجة ليها علاقة بماتش تشيلسي. اشوفكم على خير.